يا أخوة، أنا عندما قلت بأن الكرد لهم حق في الحياة ومن حقهم أن يتكلموا لغتهم حتى ولو كانوا 1% حقيقة، ليس من حقك أبدا أن تقول هذا الكلام صراحة. طيب هنا. احنا ابناء الشرقيه، احنا اسود بقيه المحافظات يحق لنا ندير مناطقنا مثل ما انت تريد تدير مناطقك، انا بدي ادير مناطقي. 5% تعطيهم قوميه وتعطيهم لغه اساسيه في المدارس. على اي اساس؟ على اي اساس انا ابني بده يروح يدرس اللغه الكرديه؟ على أي أساس ابنك أيضا يذهب ويتعلم اللغة التركية؟ على أساس حقيقة، على أي أساس أنا أرسل ابني مثلا إلى مدرسة يتعلم اللغة التركية على هذا المنطق الذي أنت تتكلم به؟ طب ليش هذا الكلام مثلا عن جد؟ على فكرة يعني نحن بعد العرب الأكثرية في سوريا، بعد العرب يعني. فمن حقنا الديني الشرعي، من حقنا الشرعي أن نتحدث بلغتنا حقيقة. هذا حق شرعي، فمو من حقك حقيقة أن تمنعنا من لغتنا. ففي ناس كانوا يقولون أنه نحن الأكثرية. ليش؟ هل نحن نريد أن نتحاكم إلى الطواغيت أم نريد أن نتحاكم إلى الدساتير القوانين الوضعية، أم نريد أن يكون القرآن حكما بيننا وبينكم؟ شفتوا كيف؟ نحن لا نتحاكم إلى الديمقراطية. نحن إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله والرسول، صح؟ فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول، نرده إلى الله والرسول. فهذا الكلام حقيقة أنا أرد عليه. الفيديوهات انتشرت كثيرا وأنا رأيت عليها كثير من الإعجابات يعني، وللأسف يوجد تعليقات مؤيدة، ويوجد كثير من الأخوة العرب جزاهم الله خيرا اعترضوا على هذا الكلام. يعني الإنسان إذا ما كان فيه خصلة جاهلية الأصل هكذا يكون حقيقة. ونلاقيها منهاج اساسي مش 5%. احنا الأكثرية واحنا اللي حاربنا وصار لنا 14 سنة نحارب. الأكثرية هذه عند الديمقراطيين وليس في الإسلام. الإسلام ما في أكثرية أو أقلية، لا، ما في. أنا ما أرى نفسي من الأقليات حقيقة لأني مسلم. أنا أرى نفسي من الأكثرية إذا هكذا يعني. بالنسبة والله يعني بالنسبة لبشار فوالله كلنا نكره بشار حقيقة يا أخوة. يوجد فئة منا ما شوهوا سمعتنا، بس حقيقة نحن الكرد يعني أكيد نحن كنا ضد بشار حقيقة، بس ما كان لنا صوت، وإلى الآن ليس لنا صوت حقيقة. وخاصة أنا أتكلم ككرد يعني، ما أتكلم عن من يتكلم باسم كرد، لا، أنا أتكلم ككرد يعني. كرد والسنة، كرد السنة أيضا لا يوجد لهم صوت أبدا. ولكن يا أخوة هذا الفيديو حقيقة لا يمثل الإسلام، والذي يعني أيد هذا الكلام فهذا في قلبه مرض حقيقة. وبالنسبة للأكثرية هذه ما عندنا في الإسلام هذا الكلام، لا، نحن عندنا الأفضلية، وأفضلية تكون بالتقوى، أن أفضلكم عند الله أتقاكم لا أكثركم. هذا الكلام حقيقة خطأ كثير، ولا يحق لأي أحد أن يأتي ويمنعني من لغتي من ربي جل في علا، وآية من آيات الله عز وجل. لا أحد يقول مظلوميات ما مظلوميات. هذا الفيديو وهذا أنا وهذا كلامي كان وذلك كلامهم كان. أنا ما أسحب مظلوميات، أنا ما تعلمت أسحب مظلوميات، أنا تعلمت أن أقول الحق. بارك الله فيكم.